السلام عليكم، اهلا اهلا اهلا. ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله في الفيديو ده حابب ان انا اشارككم تطبيق، يعني هو فادني جدا في عمليه القراءه في الفتره الاخيره. يعني هو رتبها لي بشكل كويس جدا، يعني مفيش تطبيق زيه قدر يعني يفيدني بنفس الشكل ده. التطبيق اسمه بوك موري. والتطبيق في الاساس هو مش للقراءه، يعني هو ما بيفتحش ملفات بي دي اف اقرا عليها، ولكن هو بيفيدني في ترتيب عمليه القراءه. بمعنى ان انا يعني سابقا كنت بتلخبط في فكره ان انا طب لو عندي كتاب بقراه وفي كتاب تاني بيخدم نفس الفكره، او في كتاب موضوع عجبني وعايز اقراه بعدين، مثلا بعد شهر او بعد شهرين او بعد مجموعه كتب انا بقراها حاليا، فانا هنسى الكتاب ده. في الاول بكتب في نوت بوك. بعدين عملية الكتابة يعني ما كانتش بالنسبة لي مجدية، يعني انتقلت لنوشن، ونوشن ما كانش بيخدم، يعني كان معقد شوية. ففضلت ادور على تطبيقات لحد ما وجدت التطبيق ده، واللي هو بيساعدني بشكل جيد جدا بصراحة. التطبيق واجهته بالشكل ده بتكون اقدر اضيف عليه اي كتاب انا عايز اقراه. يعني مثلا دي الكتب اللي انا حاليا ضايفها في القائمة بتاعتي اللي انا حابب ان انا اقراها. طيب لو عاوز اضيف اي كتاب عن طريق البحث، ابحث مثلا على اسم الكتاب، وليكن مثلا ان انا عاوز اقرا كتاب اباطيل واسمار. الكتاب مجرد ما كتبته في السيرش ظهر، بضغط على اسم الكتاب. هو بيجيب لي بقى اسم الكتاب وعدد الصفحات بتاعته وكل شيء عن الكتاب، حتى وصف الكتاب بيحمله لي برضه. كل اللي عليا بس ان انا ادوس له حفظ، فالكتاب بينزل عندي في المكتبة بتاعتي اهو، اباطيل واسمار. نزل على طول في المكتبة بتاعتي. طبعا اقدر احدد قائمة الرغبات، الكتب اللي انا يعني في الطريق اللي انا هقرأها الايام اللي جاية. لو انا عاوز اشتري كتب معينة مثلا، او اشتريت كتب، اقدر ان انا اسجلها. وبيجيب لي احصائية عن القراءات اللي انا بقرأها كل يوم، قرأت كام صفحة وقرأت وقت قد ايه، والكتب اللي انا قرأتها خلال الاسبوع وخلال الشهر وخلال السنة. الكتاب برضو مفيد في اشياء تانية بصراحة، يعني كلها مميزات. يعني متوزعة على تطبيقات كتير، ولكن هو جمعها لي في مكان واحد. اولها ان انا مثلا وليكن النهارده هقرأ في كتاب المتنبي، فانا يعني مجرد ما بدوس على علامة البدء دي، هو بيبدأ يعدل لي الوقت اللي انا بقرأ فيه. وليكن انا خلال مثلا وقت معين قرأت صفحة واحدة مثلا، يعني مثلا خلال ال15 ثانية دول أنا قرأت صفحة، فعلى طول بزود الصفحة اللي أنا قرأتها، بيديني النسبة المئوية اللي أنا خلصتها من الكتاب. ولما بقول له حفظ بيجيب لي والله أنت قرأت صفحة في 15 ثانية، مثلا السرعة اللي أنت بتقرأ بيها دي ممكن تخلص 240 صفحة في الساعة. طبعا الإحصائية دي مش دقيقة يعني، عشان إحنا بس بنعمل تجربة. وبيحدد لي الوقت اللي أنا محتاجه عشان أخلص فيه الكتاب بالكامل. وصلت؟ تمام. كمان من المميزات الحلوة اللي في الكتاب، ان انا اثناء ما انا بقرأ اي كتاب انا ممكن اخد، لو في ملاحظة عجبتني من الكتاب ممكن اخدها واكتبها واسجل الصفحة اللي الملاحظة دي موجودة فيها. كل دي مميزات حلوة جدا بتضيف لي. طب الملاحظات اللي انا بكتبها بتروح فين؟ نروح هنا عند كتاب انا قرأته، ونشوف الملاحظات. ادي الملاحظات اللي انا سجلتها من الكتاب واللي انا حسيت مهمة. طيب لو في ملاحظة من دول انا محتاجها، ممكن انسخها وممكن اضيفها في المفضله، بحيث ان انا اراجعها كتير لو انا براجع الملاحظات دي، او ان انا احملها بالشكل ده عشان لو عايز اشاركها مثلا على تويتر، عايز اشاركها على الفيسبوك، عايز اشاركها على الواتساب، ممكن ان انا احمل الملاحظه. وكل دي مميزات صعب ان احنا نلاقيها في برنامج واحد. طيب انا حاليا بقرا كام كتاب؟ بقرا كتابين. اقدر اضيف كتاب كمان من اي كتاب من الكتب اللي انا بقراهم النهارده مثلا، وليكن المذاهب الفكريه، المذاهب والافكار السائده في العصر الحديث. مجرد ما هتدوس ابدا في عمليه القراءه، هلاحظ ان الكتاب اتضاف فوق في السجل عندي. فبصراحه يعني الكتاب مفيد جدا، لو سواء طبعا بتقرا الكترونيا او بتقرا ورقيا، في الحالتين هو مفيد. في الحالتين انت محتاج التطبيق علشان ينظم لك عملية القراءة، ينظم لك الكتب اللي انت بتقراها. فده التطبيق بكل اختصار. اتمنى ان يكون الفيديو كده بسيط، واتمنى ان انتوا تستفادوا منه. والسلام عليكم.